اهلا بكم درس جديد من دروس اونلاين ان شاء الله. النهارده هنشرح زمن الباست كونتينوس تنس او الماضي المستمر من غير مقدمات طويله. زي لو انت متابع ان احنا بنحتاج 3 حاجات لكل تنس او لكل زمن: تكوينه اول حاجه، تاني حاجه بنستخدمه امتى، تالت حاجه السؤال والنفي والتوكيد لو في توكيد. تمام. اول حاجه تكوينه was او were plus ving اللي هو الفيرب plus ing. تمام. was او were بلس الفيرب بلس ing. طب امتى بنستخدم was وامتى بنستخدم were؟ بسيطة. I وهي وشي وات بيبقى was، يعني I was, he was, she was, it was. you وwe وthey بنستخدم were. تمام. دول was و were بلس الفيرب بلس ing. تكوينه سهل جدا، مفيش اي تعقيد، بسيط جدا. طيب تاني حاجة استخدامه لذيذ برضو، يعني استخدامه لكذا حالة. أول حالة إنك بتعبر عن حدث كان مستمر في فترة معينة في الماضي. بمعنى يعني أقول لك مثلا أنت كنت بتعمل إيه امبارح الساعة 7 مساء، هتقول لي أنا كنت بعمل الواجب. عملية إنك تعمل الواجب ديت عملية كانت مستمرة الساعة 7 مساء امبارح، فتقول I was doing my homework at 7 p.m. yesterday. يعني الساعة 7 مساء امبارح كنت بعمل الواجب بتاعي. تمام. عبارة عن حدث كان مستمر فترة معينة في الماضي. مثلا حدث سرقة في الشقة اللي قصادكم، فجه الضابط بيقول لك انت كنت تعمل ايه امبارح الساعة 10 مساء، فتقول له الساعة 10 مساء انا كنت باكل العشاء بتاعي او كنت بتعشى. فتقول yesterday at 10 p.m. I was eating my dinner. أنا كنت باكل العشاء بتاعي. فده زمن ال past continuous tense وبيعبر عن حدث كان مستمر فترة معينة في الماضي. تمام. الاستخدام الثاني وهو ما يكون بتحكي بقى، هو الزمن ده مرتبط بحد كبير بالحكاوي، يعني انك بتحكي اللي حصل قبل كده. وده تشبيه كويس جدا او يعني استخدام حلو قوي، ان انت بتكون في فعل كان مستمر في الماضي، يعني ده حدث اهوت كان مستمر في الماضي وبعدين جه حدث قطعه. هعمل كده كانك بتعضي شريط قطر وقام القطر خبطك. لا يعني تعبير قاسي قوي ان انت مثلا تكون ماشي كده وبعدين حاجه توقفك. زي مثلا انا كنت بذاكر لما محمد اتصل. انا كنت بذاكر ده حدث مستمر، ان انت قاعد بتذاكر، التايم لاين شغال اهو، وبعدين محمد اتصل قام قاطع الحدث بتاعك او قاطع مذاكرتك. فهتقول كده ازاي؟ I was studying when محمد called. محمد called لو تفتكر ده past simple. ليه قلنا محمد called؟ هقول لك الزمن. يعني اولا خلينا نتفق ان الحدثين كانوا في الماضي، المذاكرة واتصال محمد، ولكن الحدث المستمر بنستخدم زمن الباست كونتينوس تنس، والحدث اللي قطعه هو مجرد باست سيمبل بس. تمام. فديت على فكره الفيوتشر كونتينوس نفس القصه، فيها نفس الحاله ديت. فيعني اما تتفرج ده اتفرج على الفيوتشر كونتينوس بعده على طول. فده ببساطه استخدام من احد استخدامات الباست كونتينوس تنس، ان يكون في حدث مستمر في الماضي وبعدين حدث قطعه. I was watching TV when my mother called me. انا كنت بتفرج على التلفزيون لما امي نادت علي او لما امي اتصلت بيا، وهكذا دواليك. الاستخدام الثالث للباست كونتينوس تنس هم حدثين شغالين مع بعض في الماضي او كانوا شغالين مع بعض في الماضي. يعني I was doing my homework while my family was watching TV. I was doing my homework، انا كنت بكتب الواجب بتاعي وشغال في كتابة الواجب. while في حين او بينما my family was watching TV، يعني انا عمال بكتب الواجب وهم عمالين يتفرجوا على التلفزيون. يعني انا بحب اصلا الكونتينوس تنسز فلانها جميله حتى في شرحها وجميله في مذاكرتها وجميله في كل حاجه، يعني فهي بسيطه وجميله جدا واستخداماتها كويسه للناس اللي في الثانويه عامه او ايا كان. وساعات كده يقول لك ايه استخدامات while وwhen. يعني انا كنت قايل لك I was doing my homework when محمد called. دلوقتي بقول لك
I was doing my homework while my family was watching TV. انا كنت بعمل الواجب بتاعي، يعني حدثين ماشيين مع بعض. فيجيب لك مثلا يقول لك جمله زي I was doing my homework when محمد called، ويقول لك استخدم while، يعني شيل when وحط while. فحلها ايه؟ هتقول while I was doing my homework محمد called. هنت بسيط كده ان while بيجي وراها على طول past continuous، when بيجي وراها الباست simple. يعني while بيجي وراها على طول الماضي المستمر، وwhen بيجي وراها الماضي البسيط. فلما يجي يقولك حول ما بين الاثنين، جيب while قبل الباست continuous وكمل الجملة بتاعتك عادي جدا. او ممكن برضو، يعني انا قلت لك I was doing my homework while my family was watching TV، ممكن تقول while I was doing my homework my family was watching TV. طب في حاجة بسيطة هنا ممكن تكون بعيدة عن شوية عن الموضوع، هي my family يجي معاها was، يعني my family عيلة حاجة عيلة كده، ناس وجمع، يجي معاها was. ايوه يجي معاها was لانها مفرد، عيلة واحدة جمعها families. لو قلت while our families were watching TV، يعني لو families تبقى were، انما هي family واحدة تبقى was. تمام. دول الثلاث استخدامات بتوع الباست continuous tense. نيجي بقى للسؤال والنفي. النفي باستخدام not. I was not doing my homework yesterday. He was not playing football. They were not watching TV. فده باستخدام not بس، بنضيف not. تمام. السؤال ممكن سؤال استفهامي. What were you doing last night at 6 p.m. انت كنت بتعمل ايه امبارح السادسة مساء؟ هتقول له I was eating my dinner او I was watching TV. ده السؤال الاستفهامي. السؤال بقى اللي هو yes or no question، اللي هو Were you eating your dinner yesterday at 6 p.m. انت كنت بتاكل العشاء امبارح الساعة 6؟ هتقول له yes I was او no I was not. اللي هي was not ممكن نعمل لها contraction اللي هي wasn't. ده باختصار، او مش باختصار لان حاسس ان انا طولت، ده الشرح الباست continuous tense. والcontinuous tenses عامة جميلة كده واستخداماتها حلوة وسهلة في ان انت تذاكرها بسرعه وتفهمها وتستوعبها. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، وسيب لنا رايك في كومنت. متنساش تكتب الباست continuous tense في النوت بوك بتاعك عشان لو احتجت تذاكره تلاقيه. السلام عليكم.